قبل ما نبدأ الفيلم صلى على النبي وما تنساش تعمل اشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا. ويلا نبدأ فيلمنا بيبدأ في الهند مع شوية أطفال بيلعبوا بالطيارات الورق، وهم بيلعبوا فيكرام بيصطاد طيارة صاحبه بالغلط، فبيتلم عليه هو وباقي أصحابه وبيضربوه وبيزقوهم بعيد عنه، وبيندع على أخوه روني. فبيحضر روني وبيكون متعصب من اللي حصل لأخوه، وبيقول لهم لو ضربتوني أنا كنت سامحتكم، لكنكم ضربت أخويا. وبينزل فيهم ضرب وبيعمل شوية حركات شغل الزبادي في الخلاط. وبنعرف ان روني بيحب اخوه لدرجة وممكن يضحي بحياته علشانه، بس فجأة بيحضر ابوهم وبياخدهم على البيت، وبينزل ضرب في روني بسبب اللي حصل. وفيكرام بيعتذر له بسبب انه انضرب، لكن روني قال له انه ما كانش بيضربني، ده كان بينفض لي هدومي من التراب. بعدها عمهم بيوصل ويقول لابوهم ليه ضربت روني وفيكرام سبب المشكلة. قال له لان لو ضربت فيكرام روني هيضربني بالنار لانه بيحب اخوه جدا. بعدها بيكونوا في المدرسة وعمهم بيجي ياخدهم، وبيسألوه ابونا ما جاش معاك ليه؟ فبيقول لهم ان ابوكوا جاله بلاغ ان في عصابة بتخطف الناس، وبالرغم من ان كان معاهم اسلحة راح لهم وبدأ يقاتلهم لوحده، لكنه اتغدر بيه وانضرب رصاصتين. وبالرغم من اللي حصل له كمل مهمته وانقذ الناس، وخدناه على المستشفى وبياخده ويروح لهم، وبيكون بين الحياة والموت، وبينادي على روني وبيقول له وعدني تاخد بالك من اخوك، وروني بيوعده. بعدها بيموت. بعدها روني وفيكرام بيكونوا في السينما، وفيكرام بيعيط مع ان الفيلم كوميدي، وبيقول لروني انا هروح اشتري اكل. وهو بيشتري اكل واحده بتشوفه وهو بيعيط، فبتقول له بتعيط ليه؟ فبيقول لها الفيلم كان مؤثر قوي. وهما بيتكلموا بيخبط في واحد وبيوقع عليه الاكل، فبيعتذر له، لكن الاقرع ده بيزيط وبيضرب فيكرام على وشه تنفيض سجاجيد. وفيكرام كالعاده بينادي على روني، وبيحضر روني بسرعه وبيسأله ايه اللي حصل. بيقول له مفيش، انا دلقت الاكل عليهم بالغلط. فبيعتذر لهم ويمشوا، لكنه بيشوف اخوه متعور، فبياخد الاقرع في وشه باليد وبينفضه، وبيقول لهم لو ضربتوني انا كنت سامحتكم، لكنكم ضربت اخويا. وبيمسك 3 منهم وبينزل فيهم ضرب وبينفضهم، وبيمسك اللي ضربه ويرزعه في النجفة، وبيكون هياخدوا سوبليكس، بس فيكرام وعمه بيحشوه، وسيا بتكون شايفاه ومبهورة بيه. بعدها بيمشوا، وتاني يوم بنشوف روني والناس كلها بتهتف باسمه، وبنعرف انه محبوب جدا. وعمهم بيقول لفيكرام ان ابوك كتب في وصيته انك تبقى ظابط، فبيقول لهم انا بخاف من المجرمين. فرينو بيقول له لما تلبس البدلة المجرمين هم اللي هيخافوا منك، وبيقدر يقنعه. وتاني يوم روني بيوصله للقسم، وفعلا كل الناس بتكون خايفة منه، وبيدخل القسم وبيقدم نفسه، بس العصاية بتقع منه وبيكون مكسوف قوي من الموقف. والظابط التاني بيقدم له نفسه ويقول له انا كودي، وبيبعته للظابط ترباسي. وبنشوف واحد بيتحرق من عصابة ABL، واسم الشرطة كله واقف بيتفرج. وبعدها بيدخل لهم زعيم العصابة وبيخليهم يكتبوا تقرير عن الجثة، وبيقول لهم اكتبوا مرات الراجل اللي اتحرق رجالته اغتصبوها وهو حاول ينقذها فحرقته. بعدها بيمشي، وفيكرام بيقول لكودي حرقوا الراجل قدام اسم الشرطة وسبتوهم يمشوا. بيقول له شايف الظابط ترباسي لما فكر ياخد اجراء ضدهم قتلوا بنته ومحدش عارف يعمل معاهم حاجة. بعدها بيروح لروني ويحكي له اللي حصل، وبيقول له سيبك منهم ارفع معايا البار. وبنروح للعصابة اللي بيجي لهم رسالة من واحد اسمه ابو جلال، ABL بيجمع الرسالة وبيعرف انه عايز 25 اسرة. وبنشوف ابو جلال في سوريا، وبنعرف انه ارهابي كبير وبيتكلم اكتر من لغة، وشغلته خطف الاسر ويهددهم بعيالهم علشان يعملوا عمليات ارهابية لحسابه، يا اما هيقتل اولادهم وما بيكونش قدام الاهل غير انهم يفجروا نفسهم في المكان اللي ابو جلال يحدده علشان ينقذوا اولادهم. وبنروح لسيا وهي مع اختها وبتحاول تلقط شبكة، وروني بيشوفها ويسرح معاها وبيخبط المكنة بتاعت اختها، فبتفضل تزعقله، فبيقول لها مش هتكلم مادام في 2 بيتكلموا. وسيا بتروح القسم وتقول للظابط في عائلات كتير بتتخطب، بيقول لها مفيش بلاغات جات لنا، فبتقول له انت لازم تتصرف والا هصورك وافضحك على مواقع السوشيال ميديا. بعدها الظباط بيتجمعوا وما بيكونوش عارفين هيرجعوا العائلات ازاي، فواحد بيقترح عليهم فيكرام وبيقول له ورينا مهاراتك، فبيروح بيكلم اخوه وهو مرعوب، فبيقول له وافق وقول لهم هروح لوحدي، فبيقول لهم هروح لوحدي، فكلهم بينصدموا. وبيروح هناك وروني بيكون مستنيه، وبيقول له خليك هنا، واول ما صفر اطفي النور، واول ما صفر تاني شغل النور. وروني بيروح لهم وبيصفر، وفيكرام بيطفي النور وعينك ما تشوف الا الضرب فيهم، وبينزل ضرب فيهم ويكومهم على بعض. منتهى قلة الادب والكذب يا نجم. المهم بيروح لفيكرام ويخليه هو اللي يحرر العائلات علشان الفضل كله يرجع له. وبنشوف الكرومبا ده وهو بيقول لفيكرام انت فخرنا وبطل الهند في الكذب. بعدها واحد من العصابة بيرن على الزعيم وبيقول له الضابط فيكرام هجم علينا وحرر الرهاين. بعدها عم فيكرام بيقول له عايزين نجوزك،
بس بيكون رافض، وروني بيقنعه وبنروح عند العروسة، وسيا بتدخل ومعاها كوباية مية، وبتنصدم اول ما بتشوف روني لانها فاكراه العريس، وروني كمان بيفكرها العروسة. بس بيدخل اللي منظم المقابلة وبيقول لهم حددتوا ميعاد علشان اخواتكم يتجوزوا، واول ما بيسمعوا الكلام ده بيطيروا من الفرحة وبيقوم يحضنها وبيعملوا الفرح ويغنوا ويرقصوا. وبنشوف ABL بيزعق لرجالته بسبب العائلات اللي اتحررت، وبيقول لهم اخطفوا اخوه الصغير طالما الكبير مجرم قوي كده، وبيروحوا علشان يخطفوا روني، لكن روني اللي بيقول لهم خدوني معاكم لاول الشارع، فبيثبتوه بالسلاح وياخدوه عند ABL، وهناك بيعمل نفسه غلبان جدا وطيب، فبيرن على فيكرام وبيقول له معاك ABL، فبيقفل السكه في وشه، فبيرن عليه من تليفون روني وبيقول له افتح السبيكر وسمع كل الاسم، وبيقول له رجع العائلات اللي انت اخدتهم والا هقتل اخوك. وبعد ما بيقفل ترباسي بيقول له انا بقالي في الخدمه 25 سنه وخسرت بنتي بسببهم، روح لاخوك والا هيقتلوه. بعدها روني بيرن عليه وبيقول له تعالى لي بسرعه انا خايف منهم، وفيكرام بيفهم ان روني مستنيه علشان يكسرهم وينسب له الفضل، وABL بيقول لهم اقطعوا له صباعين لحد ما اخوه يجي، وبيسيبهم ويمشي، وبيحاولوا يقطعوا صوابع روني بس بيخلوهم يقطعوا صباع واحد منهم بالغلط. في اللحظه ديت روني بيغضب وبيتحول عليهم وبينزل فيهم ضرب بكل غباء، وبيطير على العربيات ويوقعهم، ما هو تايجر شروق. بعدها بيشيل الكلب وبيمشي وبيسلم دراع ABL اليمين لفيكرام بيرميه في الاسم، وبيقول لترباسي جلسة محاكمته النهارده وهم رايحين للمحكمة بنشوف روني بيتخانق. فيكرام بيقول لترباسي اعتقله وحط ايده في ايد المجرم، لكن روني بيهرب. ساعتها فيكرام بيدي المسدس لترباسي وبيقول له خد حق بنتك، وفعلا بيضربه بالنار، وبيحيي فيكرام وبيكون سعيد انه انتقم لبنته. وبنشوف انجازات فيكرام بتكبر والصحف بتتكلم عنه بسبب القبض على المجرمين ومحاربة الجريمة، وبيتعمل له مؤتمرات تكريم وده بفضل روني. وبنروح الوزارة وعايزينه يسافر سوريا يقبض على مجرم اسمه ابو جلال. بعدها روني بيوصله للمطار ومراته بتقول له انها حامل فبيفرح ويحضنها، وبنروح سوريا وفيكرام بيكلم روني فيديو وهو بيكلمه بيلاقي عصابة بتنزل ضرب في اخوه قدامه، وروني بيفضل يقول لهم محدش يضربه وبيعيط لانه مش عارف يعمل له حاجة، وبيقول لهم لو حصل له حاجة مش هسيبكم. والجثة ده بيقول له احنا مش واحد ولا اتنين، احنا بلد بحالها. روني قال له لو اخويا حصل له حاجة اقسم بشرفي لامسح بلدكم من الخريطة. وبنشوف ابو جلال وهو بيصور فيديو قتل الواحد ارهاب للعالم والكل بيهتف باسمه. وروني وسيا بيروحوا سوريا، واول ما بيوصلوا بيروحوا الاسم يسألوا على ابو جلال، وبنشوف كل اللي موجودين اترعبوا ومحدش عرفه معلومة عنه. ولما بيخرج بيلاقي واحد بيديله معلومات عن اخوه فبيروح معاه وبيوديهم لمكان مهجور، وبيطلعوا عصابة وبيتلموا عليه علشان يسرقوا الفلوس اللي معاه، لكن روني بيضربهم وبيكون هيضرب اخر واحد بس بيسيبه لما بيقول له اني مجرد لص وبعمل كده علشان اعالج اخويا. فروني بيسيبه علشان يساعده لانه من البلد، وبيقول له اللي حصل معاه ومع اخوه، وبيقول له المحفظة اتسرقت فبيقول له تعالى هساعدك، وبياخده عند واحد كل اللي بيتسرق بيكون عنده، وهناك بيلاقي محفظة فيكرام فبياخدها ويمشي. بعدها بيطلع الغرفة اللي كان اخوه نازل فيها والحكومة بتكون مراقباهم، وسيا بتدخل الغرفة وبتدخلهم وراها، وبيفتكر هجوم العصابة وبيفتكر انه رمى التليفون على الارض، وسيا بتنزل وبتلاقي التليفون واقع، والحرامي اللي معاهم مش بيخليهم يمسكوا الفون علشان يوصلوا لصاحب البصمات، وبياخدوا التليفون لواحد يطلع لهم البصمات. بعدها الراجل بيطلع لهم البصمات وبتطلع بتاع واحد اسمه زايدي وبيطلع اخو ابو جلال، فبيروحوا للمنطقة بتاعته ويسألوا عليه، وسيا بتسأل العيال الصغيرة فبيصفرهم وبنعرف انها اشارة، وزايدي بيشوفهم وبينزل يضرب روني وبينفضه، لكن روني بيستعيد قوته وبينزل فيه ضرب، لكن زايد بيطلع يجري منه وروني وراه مش سايبه لحد ما زايد بيتعب وبيقرر يستسلم، وبيكون هيقول له على مكان اخوه، لكن وهو راجع عربية بتخبطه وبيموت. روني بيكون مصدوم وبيجري عليه وبيمسكه وبيكون بيعيط وبينادي على فيكرام بأعلى صوته، وبنروح لفيكرام اللي بيكون متبهدل من الضرب ومرمي مع الرهاين، وبيكون وسطهم واحد من أسرته، وسيا بتشغل دماغها وبتفتح تليفون زايدي وبتعرف تكلم AB من تليفون زايدي، وبتخلي ابو جلال يروح عند تاج محل. ولما بيوصلوا ابو جلال بيكون هناك، وبتوصل الحكومة علشان وصلها معلومات ان ابو جلال في المكان، وروني بيمسك ابو جلال بس مش بيكون عارف شكله فبيقول له اسف وبيسيبه ويمشي. وقتها بيمسكوا AB وبيقولوا له فين ابو جلال، لكنه مش بيرضى يقول لهم. في الوقت ده ابو جلال بيدخل صندوق زبالة وبيبهدل نفسه علشان محدش يعرفه، والظابط بيكون بيستجوب AB لكنه مش بيقول له، لكن روني بيقول له ممكن تديني فرصة، والظابط بيوافق. فروني بياخده ويقعدوا على القهوة وبيديله فلوس وبيسيبه ويمشي، وAB ما بيكونش فاهم هو بيعمل كده ليه،
وروني عمل كده علشان عارف ان رجالة ابو جلال مراقبينهم وهيعرفوا انه خاين، فهيقرروا يقتلوه. وابو جلال بيؤمر بقتله وبيضربوا نار على اي بي، لكنه بيقدر يهرب ويجري ناحية روني وبينضم ليهم وبيقول لهم على خطة ابو جلال، وبيقول لهم خلال 3 ساعات هيفجر السفارة ويموت كل الرهاين. في الوقت ده بيكون إيسيف بيجهز نفسه علشان يفجر السفارة، وسيا والظابط بيكونوا بيدوروا عليه في السفارة، والحكومة بتدور على كل أسرته في العربيات. إيبي بيكون بيشرح المكان اللي فيه فيكرام لروني، بس روني مش بيصبر لحد ما يخلص وبيروح لهم وبيفرقع قنابل ويفجر لهم المكان كله. وابو جلال بيعرف بالهجوم وبيسأل مين اللي بيحاربني وتبع مين. بعدها بيكونوا رايحين علشان يقتلوا الرهاين، بس روني بيكون عامل لهم فخ وزارع لهم متفجرات في كل مكان وبيكمل عليهم وبيهرب الرهاين، بس فيكرام ما بيكونش معاه. واي بي بيقول له الخطة اتغيرت واخوك في المجموعة التانية. وبنروح لسيا اللي بتكون بتحاول تهدي اي سيب وبتهديه فعلا وبتعرف ان الحكومة بتحاول تساعده. في الوقت ده بتكون الشرطة وصلت لمراته وابنه وبيحرروهم وبيخلوهم يكلموه علشان ما يفجرش نفسه. وبنروح لإي بي وهو معاه الرهاين، وبنت صغيرة داست على لغم وهي ماشية، وإي بي بيشيل البنت بكل شجاعة وبيدوس مكانها وبيخليهم يمشوا. ورجالة أبو جلال بتوصل للمكان، إي بي بيستفزهم علشان يقربوا وبيفجر المكان بيهم والكل بيموت. وأبو جلال بيكون متعصب علشان الرهاين اتحرروا وبيقول لهم ابعتوا الطيارات، وبيوصل لروني 3 طيارات وبيبدأ الكد بيفجرهم كلهم وبينزل عليهم من فوق، وكل اللي معاه درع حديد واكتر من 50 واحد بيضربوا عليه نار، لكن الدرع مش بيتأثر وعجبي. والذخيرة بتخلص وروني بيهجم عليهم وبينزل ضرب فيهم مع انهم اكتر منه في العدد ولا بيهمه، وبيعمل واحدة حلزونية كنت بعملها في عز شبابي. وواحد بيكلم ابو جلال وبيقول له اللي بيعمل كده واحد وبيدور على اخوه فيكرام، وابو جلال بيبعت واحد علشان يجيب فيكرام. وروني بيكون لسه بيقاتل في رجالة ابو جلال، وابو جلال بيجيب واحد من الرهاين وبيقول له قول لهم مين فيكم فيكرام، لكن الراجل بيقول لهم اللي اسمه فيكرام ما يردش. لكن ابو جلال بيفهم كلامه وبيقتله، بس فيكرام بيعرفه ان هو علشان ما يقتلش حد تاني بسببه، وبيقول لابو جلال انا غلطان اني فضلت ساكت لان كل ما يحصل لي حاجة بنده على روني. وفعلا بينده على روني وبيحضر روني للمكان وبيقف قدام ابو جلال وبيكون هيقتله، بس ابو جلال بيقول له خد اخوك وامشي، فبيقول له هاخد الرهاين كلهم، وابو جلال بيوافق. لكن وهو ماشي بنشوفه ماسك سيا وبيضربها، والرجاله بتتلم على روني وبيضربوه وبيحبسوا سيا وفيكرام في القفص وبينزلوا ضرب في روني وبيكون خلاص هيضربهم، لكن بياخد باله ان فيكرام متعصب وبيقول لهم محدش يضرب روني. وروني وهو بينضرب بيكون مبسوط من خوف اخوه عليه وبيضربوه بحديدة بتدخل في بطنه، وفيكرام بيطلع من القفص وبيخرج لهم ويخلص عليهم كلهم ويدافع عن اخوه، وبيرشي ابو جلال في السياخ الحديد وبيرجع لروني ويقعد يعيط هو وسيا عليه. وفجأة بيظهر ابو جلال تاني وبيكون هيقتلهم، بس روني بيقوم مرة واحدة ويقتله. وفي النهاية فيكرام بيتقدم علشان يكرموه واخوه بيكون فخور بيه والكل بيكون فخور بيه، وابوهم بيطلع من قبره ويبقى فخور بيه. وانا هسيب الفيلم وانزل اصلي ركعتين واطلب من ربنا يسامحني على الكذب ده. وهنا بينتهي الكذب قصد الفيلم. ما تنساش تعمل اشتراك واشوفكم الكذب الجاي. سلام.